اشتقت لكم كل شيء هواية. النهاردة هنتكلم عن تسريبات الحلقة رقم 27 من مسلسل حيرة. الحلقة مشوقة جدا وتابعوا للنهاية. هتصعب عليكم حال فريدة اللي تم طردها من منزل عدنان. فريدة بتدور على أي مكان تروحه، بتلاقي نفسها في الشارع، حتى الأكل مش لاقياه. سعاد بتتكلم مع جمال وبتقول له أكيد أنت فاهم غلط، أكيد حاجة حصلت، فريدة ما تعملش كده أبدا. وبتيجي مديحة وبتقول لها ما تجيبيش سيرة فريدة في البيت، خلاص احنا انتهينا منها، طلعت بنت أي كلام. يا خسارة تربيتي فيها، يا خسارة إن أنا جبتها وربيتها وعلمتها وفي الآخر تطلع بالشكل ده. بنلاقي بعد كده هند بتروح علشان تزور وفاء، وبيتصل بيها كمال وبيقول لها خليكي عندك أنا جاي دلوقتي. رويدة مش بتاكل ودايما بتفكر في كمال. هند بتوري فستان فرح لوفاء علشان تختار منه واحد، وبتتكلم معاها هل خدمتك هتجيلك ولا لا. صحيح عندها بنت في الجامعة؟ قالت لها أيوة عندها بنت في الحقوق أو القانون. بيجي كمال وبيطلب يتكلم مع هند لوحدهم وبياخدها وبينزل. بينما سعاد زعلانة جدا على الحل اللي وصلت ليه فريدة، وإنها حاسة إنها مظلومة. بتدور فريدة على شغل، بتلاقي مكان بتعمل قهوة وشاي فيه، فبتروح علشان خاطر تشتغل. كمال بيكلم هند في العربية وبيقول لها إن هو واخدها دلوقتي على الحي. قالت له ليه؟ قال لها هتعرفي دلوقتي. جمال في حالة سيئة وحشة جدا. بابا بيقول له لازم تنسى كل حاجة وتبدأ إنك تشتغل. بنلاقي بعد كده فريدة الراجل بيعجبه الشاي بتاعها، لكن هي بتطلب بس منه طلب، عايزة بس مبلغ بسيط من الفلوس علشان مش معاها. قال لها انت زيك زي غيرك، ما معيش فلوس ويلا مش هتشتغلي عندي. هند في العربية وبتسأل كمان انت واخدني هناك اعمل ايه؟ قال لها هتعرفي دلوقتي، ولازم تعتذري للناس اللي انت اذيتيهم. انت رحتي وهنتي الست وهنتي بناتها، ولازم تعتذري. عدنان بيقول لسهيل لازم تاخد جمال في اي مكان تخليه يفك شوية من الجو اللي هو فيه، مش هيقدر يشتغل بالشكل ده. قال له ماشي. اما بالنسبة لرويدة فبتلاقي وسام مستنيها وبيوصلها، وهو بيوصلها بيقول لها احنا اصحاب صح؟ انا عايزه اقول لك ان كمال بيحبك على فكرة. كمال بيروح يضرب الجرس على بيت رويدة، مش بيلاقي حد هناك. بيقول لهند حظك حلو مش موجودين، لو كانوا موجودين كنت هتدخلي غصب عنك تعتذري لهم. هند بتتظاهر ان هي مغمى عليها، كمال بيلحقها. وسام بيوصل رويدة وبيقول لها انا صديقك صح، احنا اتفقنا ان احنا اصحاب، لكن كمال فعلا بيحبك، فكري في الموضوع. لكنها كانت حاسه ان هو بيكذب عليها ومش عايزه ترجع له ابدا. كمال بياخد هند وبيمشي. فريدة لسه بتدور على شغل ومش بتلاقي. كمال بيعترف لهند ان هو كان عايز يقول لها على انه بيحب رويدة من زمان، بس كان حصل يعني موضوع وفاة عمها ده اللي أجل الموضوع شوية، وإنه مش هيستغنى عن رويدة وإنه بيحبها فعلا. بتصدم هند. بينما سهيل وسمر بيحاولوا إن هما يخففوا عن جمال، وبيقولوا له تعالى اخرج معانا في أي مكان، نروح بيت سمر مع بعض نستأنس شوية وننبسط. فريدة بتلاقي قدامها بيت حد بتعرفه، يعني واحدة تعرفها بتروح لها عشان ترتاح عندها بعد التعب، دايما تعبانة وبتكح ودرجة حرارتها مرتفعة. هند بتقولي كمان ما تسيبنيش، انا بحبك ومش هقدر استغنى عنك. لكنه كان مصر ان هو لازم يسيبها، وان هو بيحبها بس مش زوجين او حبيبين، زي اصدقاء. لكن فضلت تعيط وتتوسل اليه ان هو ما يسيبهاش ابدا. فريدة تعبانة بتنام شوية عند الست، درجة حرارتها مرتفعة. الست بتسيبها وبتنزل على العمل بتاعها. بينما وفاء بتتصل بالطبيب وبتلاقي ان لسه برضو النتائج سلبية في موضوع الحمل، مفيش حمل برضو. بيقولها لازم تنسي شوية موضوع مشاكل اخواتك وتركزي في موضوع الحمل. اما هند منهارة بتبكي قدام كمال، بتقول ما تسيبنيش، مش هقدر اسيبك، مش هقدر استغنى عنك، انا ممكن اموت. لكن هو بيقول لها انا قلت لك كل حاجة وما ينفعش نكمل مع بعض، انا فعلا بحب رويدة. بتنهار وبتقول له انها مش هتسكت وبتسيبه وبتمشي. سمر في البيت مع سهيل وجمال بيحاولوا يخرجوه من اللي هو فيه. كمال موجود عند بيت رويدة مستنيها تيجي. زوج الست اللي عندها فريدة بيجي وبيلاقيها سخنة وبيعمل لها كمادات. جمال بيتكلم مع سمر وبتقول له ان هي هتخرجه من كل اللي هو فيه. بعد كده بتنهار هند بعد ما بتعرف ان كمال هيسيبها. بتوصل الست وبتلاقي جوزها مع فريدة بيعمل لها كمادات، بتغير عليه جدا وبتقول له انت ايه اللي جابك دلوقتي وايه اللي بتعمله ده. كمال مستني رويدة وبيتكلم معاها، محضر لها ورد وبيقول لها ان هو يعني بيحبها جدا وانه مش هيسيبها، وانه هو هيتكلم معاها هند في موضوع الانفصال، وان هي لازم ترجع له، وان هو بيحبها فعلا، وانه كذب عليها غصب عنه، وان هو كان بيجي هنا